أهلين، وش راكم؟ إن شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير، ونلاقيكم هذا الفيديو بصحتكم يا رب. الفيديو تاع اليوم ولا الوصفة تاع اليوم ديكورني مالحين بواحد الحشوة بزاف بنينة. تبعوا من الآخر، ما تنساوش ديروا جيم وابوني للقناة، هكا بايلحقكم بإذن الله كل جديد. نبدأ مع الوصفة على بركة الله. نحتاج لهنا مغرف صغيرة، سكر وخميرة الخبز وخميرة الحلوى، ربع كاس زيت، 3 كيسان فرينة، وملعقة صغيرة ممسوحة ملح، وكاس ماء دافي. أول حاجة راح نضيف ماء دافي مع مغرف صغيرة ممسوحة ملح، مع خميرة الحلوى وخميرة الخبز عفوا، والسكر. عندي ثاني ربع كاس زيت. نطلع كامل هذوك ولا نخلط كامل هذوك المكونات مع بعض. من بعد نبدأ نضيف الفرينة غير بشوية حتى نتحصل على عجينة تكون متماسكة وطرية. وهنا بعد ما تحصلت على العجينة كانت طرية، عجنتها حوالي 3 دقائق. وهنا للأمانة دات لي 2 كيسان ونص فرينة، والنص اللي بقى راح نضيفه هنا بشوية حتى نتحصل على القوام اللي أنا بغيته. هذا القوام يكون طري كيما هكا. بعدها نغطي على العجينة تاعي ونخليها غير يضاعف الحجم تاعها غير شوي، لأنه كمية الخميرة ماهيش بزاف. بعدها جبت الكمية اللي بقات لي شوية متاع الفرينة ورشيتها في طاولة العمل، وبديت قسمت العجينة على 2، ومن بعد كل نص شكلته على شكلته كرات يكونوا شوية صغار. هنايا بعد ما شكلت الكرات تاعي بهذا الشكل راح نغطيهم ونبدأ نجبد بالوحدة ونخدم. هنايا بديت بالحبة الأولى، جبت هنايا عندي الحلال وبديت نحل فيهم غير بالوحدة. من بعد هنا عندي المول هذا تاع الكورني. نبدأ نشكل في العجينة بهذه الطريقة، ونجيب المول تاعي وندور العجينة على كامل هذاك المول. ويعني أسهل طريقة أنك تبداي تدوري في العجينة من التحت للفوق. هذه عملية سهلة، راح تجي سهلة خير من كي تبداي من الفوق للتحت. أنا الحبات اللي بقاو لي كامل كملت شكلتهم من التحت للفوق. كملت شكلت كامل لي كورني اللي عندي. هنايا كانوا عندي غير 5 5 مولات، 5 ليمول تاع الكورني. كملتهم كامل وفرشت في البلان تاعي ورق الزبدة، وبديت ندهن في كل حبة بصفار البيض. البيض هنا دات لي 3 صفار البيض. نبدأ ندهن فيهم كامل بهذه الطريقة. وهذه الكمية اللي عطيتها لكم راح أدي لكم 25 حبة. من بعد ما دهنت هذاك الوجه كامل تاع الكورني، جبت هنايا درت كتزيين شوية سينوج وجلجلان. اللي ما يحبش السينوج يدير جلجلان والعكس.
هنا من جهة كانت شعلت الفور من قبل ما نبدأ هذه الوصفة، وحطيتهم يطيبوا وطابوا لي بهذا اللون كيما يحب الخاطر، وجاو بزاف خفاف وقطنيين. خبيو هذه الوصفة لرمضان إن شاء الله، راح تحتاجوها. وصفة اقتصادية بلا بيض وبلا حليب وتدير كمية كبيرة. هنا جيت من جهة عفوا باش ندير الحشو. عندي مغرف كبيرة معمرة جبن طري، وزوج علب طون تاع الزيت، وعندي حوالي مغرف ولا زوج مغارف تاع زيتون كنت غليته باه يروح له هذاك الملح، ورشة فلفل الكحل وشوية دبشة. بعد ما خلطت هذه المكونات زدت لهم شوية كريم فريش باش يجيني الخليط شوية سائل. هنا بعد ما طابوا شوفوا كيف جاو من الداخل، يجيو خفاف وبزاف ملاح. بعدها جبت هنايا عندي جيب حلواني، عمرته بهذاك الحشو، ونبدأ نعمر في ليكورني تاعي. يعني استعملوا هذه الطريقة باه يبقاو الحبات ملاح وما يفسدوش. هنايا بديت نعمر في كل وحدة. بعد ما كملتهم كامل جبت جبن مبشور. أنا الصراحة هذا الجبن ما عجبنيش لأنه جاي طويل، وحبة تاعو جاية خشينة، يعني ما راحش تحكم من الفوق كي نديرو كتزيين. نتوما خيروا الجبن اللي يكون رقيق. وهذه هي الوصفة تاع نهار اليوم حبيباتي. ما بقى لي غير نقولكم تهلاو في رواحكم، نتلاقاو في وصفة جديدة وفيديو آخر. وما تنساوش ديروا جيم وابوني للقناة وتخليولي كومنتار.